ثانية واحدة، تعرفي إنك مدمنة وإنتي مش عارفة؟ كملي معايا ثواني وأنا هثبتلك ده. دايماً زهقانة، مش طايقة نفسك، ماسكة الموبايل بقالك 3 ساعات بتعملي سكرول، بتشوفي فيديوهات لناس بترقص وقطط وكلاب وناس بتهري في أي حاجة ومش لاقية حاجة عدلة تملى عينك. حاسة إنك متخدرة. طب خدي الكبيرة بقى، حتى لو سافرتي المالديف بكرة وقعدتي على أحلى شط في العالم، هتزهقي بعد يومين بالكتير، وهتطلعي الموبايل عشان تشوفي مين عملك لايك على صورتك أو مين بعتلك رسالة أو سايب ليكي كومنت. المشكلة مش في الدنيا، لا يا صديقتي، ولا إن الشغف راح ولا إنك مكتئبة، مع إن ده وارد برضه. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في إنك مدمنة. أيوة، مدمنة. ومش لازم تكوني بتضربي مخدرات لا سمح الله عشان يتقال عليكي مدمنة. انتي مدمنة لحاجة أخطر من كده، حاجة بتمشي في دمك دلوقتي وانتي بتسمعيني. انتي مدمنة دوبامين، ومن النوع الرخيص كمان. أهلا بيكي مع نادين وقناتنا عن تجربة. النهاردة هنفك شفرة الملل وهنعمل عمرة لمخك. بس الأول اشتراكك الجميل واللايك المتين وكوباية الشاي بلبن المتعودين عليها، وتعالي نفهم الأول هو إيه اللي حصل لمخك. في مادة اسمها الدوبامين، أكيد سمعتي عنها. الناس فاكرة إن ده هرمون السعادة، وده أكبر غلط. الدوبامين مش هرمون السعادة، الدوبامين هو هرمون عايز كمان، هرمون الرغبة. ده لا مؤاخذة الديلر اللي قاعد جوه نفوخك، وظيفته الوحيدة إنه يخليكي تتحركي عشان تجيبي أكل، تجيبي فلوس، تتجوزي، عشان الجنس البشري يستمر مش أكتر. ربنا خلق مخك بمستوى طبيعي للدوبامين. لما بتنجحي في الامتحان أو بتاكلي أكلة حلوة، المستوى ده بيعلى شوية وتفرحي، وبعدين يرجع للطبيعي تاني. دي الحياة الطبيعية، لحد ما ظهر الشيطان اللي في جيبك ده، اللي هو الموبايل، اللي تلخص في تيك توك، ريلز، نوتيفيكيشنز، جيمز، كل حاجة بضغطة واحدة. بس مخك بياخد حقن الدوبامين سريعة ومجانية ومن غير أي مجهود. المستوى بيضرب في السما فجأة وبدون مقدمات. طب وإيه يعني لما نفرح؟ افرحي يا ستي. لا يا حبيبتي، ما هو هنا مربط الفرس. مخك مش عبيط، مخك بيحاول يحافظ على توازنه. لما بيلاقيكي غرقتيه في الدوبامين عمال على بطال، بيعمل حركة دفاعية، بيقلل المستقبلات، يعني بالبلدي بيقفل الحنفيات عشان ما يتحرقش. فالنتيجة إن الحاجات اللي كانت بتبسطك زمان ما بقتش تأثر فيكي دلوقتي، زي قعدة الصحاب بقت مملة، الكتاب اللي عايزة تقريه بقى ممل أكتر. لا، ده بقى مستحيل. فيلم ساعتين، لسه هتفرج، هاتي الملخص. انتي بقيتي عاملة زي الفار اللي في التجربة الشهيرة. فار حطوله زرار، كل ما يدوس عليه يديله صدمة متعة في مخه. الفار فضل يدوس على الزرار وساب الأكل وساب الشرب وساب النوم، لحد ما مات من الجوع وهو دايس على الزرار. ده انتي الفار ده يا عزيزتي، والزرار هو الابليكيشن اللي انتي فاتحاه دلوقتي. طب والحل؟ أرمي الموبايل وأروح أعيش في كهف في الصحراء؟ لا، الحل إننا نعمل ريست، إعادة ضبط المصنع. وده موضوع حلقتنا النهاردة، حاجة اسمها صيام الدوبامين. والكلام ده مش ترند وخلاص، ده علم، وده أصعب تحدي ممكن تعمليه في حياتك. التحدي مدته 24 ساعة بس، يوم واحد. هتعملي فيه إيه؟ ولا حاجة، حرفياً ولا حاجة. قوانين اللعبة كالتالي، ركزي عشان اللي جاي ده هيوجعك شوية. رقم 1، ممنوع الموبايل، اقفليه وارميه فوق الدولاب. رقم 2، ممنوع اللابتوب أو التلفزيون. رقم 3، ممنوع تسمعي موسيقى أو أغاني. رقم 4، ممنوع الوجبات السريعة أو السكريات، كلي عيش وجبنة، بيض، حاجات بسيطة. رقم 5 وأهمهم، ممنوع الكلام الكتير. طب هعمل إيه يعني؟ هتقعدي، هتتمشي، هتكتبي بورقة وقلم، هتبصي حتى إن شاء الله في السقف، وممكن تقري كتاب ورقي مش PDF. ويا سلام بقى لو خصصنا ورد يومي من القرآن ثابت، مش من رمضان لرمضان. فعلا هتحسي بتغيير مفاجئ لو قدرتي. بس كده،
أول 4 ساعات هيبقوا جحيم. مخِّك هيصرّخ: أنا عايز موبايل، أنا عايز أشوف مين بعت لي، أنا زهقان، هاموت. هتحسّي بقلق وتوتر وممكن صداع. ده بالضبط اللي بيحس بيه المدمن لمّا تسحب منّه المخدرات، اللي هي أعراض الانسحاب. وده الدليل إنِّك كنتِ مدمنة للدوبامين الرخيص. بس لو صمدتِ وعدّيتِ مرحلة الزهق المميتة دي، السحر هيحصل على آخر اليوم. هتحسّي بحاجة غريبة بقى لِك سنين ما حسّيتيش بيها. هتحسّي بالهدوء، مخِّك هيبدأ ينضّف المستقبلات، هتبدئي تفتّحي تاني، وفجأة هتلاقي إن قعدة البلكونة ممتعة فعلًا، هتلاقي إن طعم الأكل العادي بقى حلو، هتلاقي إن عندِك طاقة وقدرة إنِّك تمسكي كتاب وتذاكري أو تشتغلي من غير ما تزهقي بعد دقيقتين، لإنِّك رجعتِ إنسانة طبيعية مش مكنة استهلاك. السؤال دلوقتي مش إزاي أعمل ده، السؤال هو هل أنتِ عندِك الشجاعة الكافية إنِّك تواجهي نفسِك 24 ساعة بس، والّا هتفضلي مدمنة للزراير والشورتس؟ جربي حتى يوم واحد واكتبي لي في التعليقات لو قدرتي تكملي للآخر. احفظي الفيديو ده عندك وشاركيه مع أصحابك، ولما تقدري فعلا ارجعي واكتبي لي النتيجة في التعليقات. الحياة اختيارين، يا تسيطري على مخك يا مخك يسيطر عليكي. مستنياكي في التعليقات. أشوفك الحلقة الجاية.